احنا مطالبين بقراءته وحفظه والاستماع إليه وتكراره، ويبقى ليك ورد ويتلى على مسامع الناس في التراويح وفي قيام الليل. ليه بنرجع للقرآن كتير كده؟ يعني لو على قد الحكم الفقهي، طب ما الفقيه يرجع للقرآن. لو على قد المعنى البلاغي، طب ما اللغة يرجع للقرآن، والنحو يرجع للقرآن. لكن ليه عموم المؤمنين مطالبين بالتعرض للكم الكبير للقرآن؟ يعني ليه انت 3 مرات من خلال 5 صلوات بتستمع للإمام جهريا وبيقرأ عليك القرآن وانت واقف في الصلاة، في صلاة الفجر والمغرب والعشاء، وفي الصلوات السرية انت بتقرأ، وليك ورد يستحب ان انت تختم المصحف في شهر وتستمع للقرآن في التراويح وفي قيام الليل وتقرأ القرآن؟ ليه القرآن تحديدا مش أي حاجة تانية انت بتتعرض ليه بهذا التكرار الضخم؟ يبقى أكيد في معنى، وده اللي بحاول الواحد يوصل له. وأكيد مش معنى واحد، معاني كتيرة ممكن الناس يفتح عليها. كان المعنى اللي أنا عايز أتكلم عنه النهاردة في معنى خطير، في معنى مهم، في معنى كلي ضخم مش جزئي. لو عايز تتخيل الصورة بنوع من الوضوح، تخيل ان في قصة انت بتقرأها اسبوعيا، هتلاقي مشاعرك بقت شبه مشاعر القصة، هتلاقي ذوقك اللي الابطال اللي في القصة وتصدروا ان هم ابطال كانوا بيكرهوا حاجات، هتبقى انت تلقائيا عايز تكرهها لان دول الابطال. واللي تم توصيفه في القصة على انه جريمة، انت بقيت تلقائيا بتصنفه على انه جريمة. واللي تصنف في القصة أو في الرواية اللي بقت عالمية وبتكرر وكل الناس بتقرأها، اللي تصنف فيه على إنه خير بيبقى جواك على هو ده الخير، وشر يبقى هو ده الشر، وإن ده العدل يبقى هو ده العدل. بقيت بتتلقى القيم من الشيء اللي أنت بتتعرض له للتكرار. يبقى في معنى واضح إن إحنا في هدف من إن إحنا نتعرض للقرآن بهذا التكرار. يعني واضح إن في معنى كبير بيحصل لنا حتى لو احنا مش واخدين بالنا. بس الكلام ده ايه؟ للذين يتلونه حق تلاوته. يعني اللي بيقروا القرآن صح بيحصل جواهم تغيير وهم مش عارفين. وده اللي حصل مع الصحابة، تغيير في كل حاجة، إعادة ضبط. الإنسان اتولد على الفطرة السليمة. طول ما الإنسان بيكبر، وخلينا نتكلم على الوضع اللي احنا عايشينه، بيحصل له نوع من التشويه في العقل، التشويه في طريقة التفكير، التشويه في الفطرة، التشويه في المشاعر، التشويه في الحب والكره، الذوق. مش قصدي ذوق يعني بيدوق حاجة، طريقة تقييمه للحاجة. كل ده بيحصل فيه تغيير. يجي القرآن يوم عامل ايه؟ إعادة ضبط، يخليه كيف يفكر تفكيرا سليما كمسلم. تعرضك المتكرر للقرآن بيبعث فيك الروح. ده اللي عمل القرآن في عموم الصحابة. فركز بقى، ده اللي عايزين نطلع بيه. فبقى في ناس متميزين في بعض المجالات من الصحابة، ده عالم في الفرائض، وده عالم في مسائل معينة، وده مجاهد، وده حفظ القرآن، وده بيقرأ القرآن، وده عالم في التفسير، وده عالم في كذا. في صغور متوزعة، لكن عموم المسلمين عندهم معنى عام. بيجيبوه منين؟ بيجيبوه من التعرض الدائم للوحي. في تفاصيل ممكن تغيب، يعني في تفاصيل، وكان ممكن بعض من كبار الصحابة يغيب عنه فقه مسألة، زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو الصديق. كان ممكن في مسألة في المواريث أو مسألة معينة كانت تغيب عنه، ويكون الأعلم بها زيد مثلا، أو معاذ بن جبل يأتي يسبق العلماء يوم القيامة رمية بحجر، أعلم الصحابة معاذ بن جبل. أو ناس متميزة في إقراء القرآن زي ابن مسعود. لكن عموم المؤمنين كان بيتلقى روح معينة، كان له انتماء معين.